كل سنة وانتم طيبين يا حلوين، الراعي الرسمي لسفرة أول يوم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين وتعيشوا لكل سنة وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل مع بعض المحشي المشكل اللي بينزل القلب يا جماعة، بينزل القلب والله مش المعدة خالص. هنعمل النهاردة حتة تسبيكة. اللي ما بيعرفش يعمل محشي بعد الفيديو ده هيبقى استاذ 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 في المحشي. هنعمل محشي كرنب المسكر الدايب القمر قمر كده، وهنعمل ممبار بقى، وهنعمل محشيات مشكلة. بصوا، اوعوا يفوتكم الفيديو ده. كل اللي ما بيعرفش يعمل المحشي او تسبيكة المحشي بعد الفيديو ده اوعدكم انكم هتبقوا اساتذه بجد والله. بصي الرز جوه مفلفل وطعمه حلو وخطير خطير خطير بجد، مش عايزه اقول لكم مسكر قد ايه. انا تتبيلتي واحده ما بغيرهاش ابدا ابدا. بصي الممبار يا سيدي، بصي الفلفل الاحمر ده عشقي عشقي كده، لازم لما اعمل محشي لازم اعمله. يلا بقى بينا بسرعه 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 على ايه الطريقه القمر دي. كميه المحشي او عامه المحشي بيحب البصل، تمام كده. يعني ايه، هاتيلك 4 5 بصلات كده لو هتعملي كميه. هو عامه المحشي بصل، بصل كده زي ما انت شايفه، وتخرطيه على ايدك كده. يعني بجد حلاوته ان انت تخرطيه على ايدك كده، مش في ايه في الكبه. يا اما لو هتستعملي الكبه ومضطره ان انت تستعملي الكبه، قطعيه خشن ما يبقاش ناعم. حبه زيت بقى حلوين كده حلوين، ها، وملح طبعا، رش ملح. عايزين البصل ما يحمرش. بصل المحشي يا جماعة ما بيحمرش، احنا ايه بندبله كده. في ناس بتعمله ني في ني، يعني تحط البصل ني والكلام ده، لا انا ما بحبوش كده. انا دايما دي طريقتي اللي ما بغيرهاش. هنا عندي حبة فلفل حلوين كده، فلفل سبايسي بقى على فلفل رومي، ما اخرطاه كده. بعد ما البصلة دبلت معايا نزلت بيه اديته تقلبتين كده. بعد كده هنا كان عندي نص برطمان كده من الصلصة، او معلقتين كبار الصلصه الجاهزه. هديها تشويحه كده في الاول عشان تخرج المواد الحافظه. بعد كده بقى عندي شفشق مليان كده على فمة عيده على اخره. طماطم. انا ما بصفيش الطماطم بتاعت المحشي. طماطم المحشي يا جماعه ما بتصفاش. هنا بقى البهارات الجامده اللي ما بغيرهاش: قرفه، شطه، كمون، كزبره، فلفل اسود، مكعبين مرقه خضار كده. واهم حاجه السكر بقى، حطي لي كده معلقه حلوه صغيره مليانه كده من السكر، وزي ما قلت لك. وهنا بقى عندي معلقه كده من هريسه الشطه عشان تبقى سبايسي كده، انا بحبها سبايسي. وبرده حطيت حته شطه كده قرون في الاول، عشان تديني طعم حلو. اهم حاجه في تسبيكه المحشي اوعي تستغني عن القرفه. زي ما قلت لكم يا جماعه، القرفه والله والله بتدي طعم، بتوديكي في حته تانية، بتودي المحشي ده في حته تانية. والله والله ما بيبان طعمه، بس بيدي تيست حلو جدا. هنا بعد ما الطماطم بتاعتي اتسبكت، حطيت الخضره، خرطتها كده، خضره مشكله حلوه كده من كل نوع رابطه. خرطتها كده تخريطه صغيره، وغسلتها حلو قبل ما اخرطها، وبعد كده نزلت بيها ايه على الصلصه. وهنا كميه الرز بتاعتي تمام. طبعا حسب ما انت بتعملي كميات قد ايه. زي ما قلت لكم البهارات اللي حطيتها: سكر على الصلصه دي اهم حاجه عشان الحموضه، وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وقرفه ومكعبين من مرقه الخضار. تمام يا جماعه، جربوا القرفه والله ما هتندموا. هنا انا موطيه البوتاجاز خالص، بديله تقلبتين كده وبطفي عليه خالص وبسيبه بقى. هنا عندي الكرنب بتاعي، ده كرنب كنت مفرزاه. يعني انا بفرزه بالطريقه دي، بقطعه كده وبخليه شرايح طوليه كده، مش بقطعه حتت صغيره. وهنا عندي الممبار بتاعي، انا بجايباه متنضف، بس زياده تاكيد بحب انقعه كده في ليمون وملح. وهنا هعمل بانيه، مش هعمل فراخ النهارده، هعمل بانيه. وهنا بقى عندي الخضار المشكل، عندي الفلفل الحلو اللي انتوا شايفينه ده، وعندي البتنجان الاسود والابيض اهو، وعندي كمان كوسه. بصي مش حرمهم من حاجه، مشكل مشكل يعني. هنا بقى كنت قورته وغسلته، الحركه دي بعملها كده بالمقوار زي ما انت شايفه. خليته قشطه كده، وبغسله وبشطفه. وبعد كده بقى ايه، عندي حله اللي انا مميلاها كده زي ما انت شايفه في قدامك دي، وبحشي.
اول حاجه حشيتها كانت الخضار المشكل، الكوسه والبتنجان والفلفل. انا دايما لما بروح اجيب اعمل محشي، دايما لما بجيب الفلفل لازم اجيب معاه فلفل احمر. ده عشقي عشقي، انا بحبه بجد، بحبه قوي، بحب كده الفلفل الاحمر اللي هو المحشي. انا بحشي زي ما انت شايفه، وما تمليش كده الايه البتنجانيه على الاخر او الكوسه او الفلفل، ما تحشيهوش ما تملهوش كده على الاخر عشان بيزيد معاكي طبعا لما بيستوي، ما يمللكيش الحله رز يعني. والناس اللي بتسأل دايما المحشي ينفع احطه كله مشكل في حله واحده؟ اه يا جماعه ينفع، ليه مش هينفع؟ ده كله بياخد من طعم كله كده وبيبقى تحفه. بصي هنا شرايط الكرنب بتاعتي، بصي بحشي واقطع على قد الصباع، بحشي واقطع، اسهل خالص خالص، وبجد اسهل لك في الوقت من ان انت ايه تقطعيه كده زي زمان، زي ما كنا بنعمل كده مربعات كده ونحطها فوق بعض، وبعد كده ناخد ايه ونحشي كده، سهله خالص. هنا شطفت الممبار بتاعي كويس، وخدت كده الكميه اللي انا عايزاها في طبق عشان ما ازفرش باقي الرز بتاعي، وبحشي الممبار. طبعا سهل جدا جدا زي ما انت شايفه كده. خدي وقتك يا ست الكل، وحشي بجد كل حاجه هتطلع من ايدك زي الفل. اهم حاجه لما تيجي تحشي الممبار تبططيه كده، ما تخلوش منفوخ. تمام اهو زي ما انت شايفه كده. بصي انا مبططاه خالص ازاي، بحطه في طبق وبعد كده بقى ايه بسوي اهو. سهل خالص خالص. عايزه اقول لكم ان انا زمان وانا بنت يعني عند بيت بابايا وكده، كنت بربطه من ناحيتين بخيط. تمام لحد بقى ما فهمت، يعني كبرت وفهمت ان هو بينزل في ميه سخنه وبيتقفل من الجنبين. ونفس الكلام في الحمام برضو، يعني الحمام برضو نزليه كده من غير اي تعب في ميه سخنه بتغلي، هتلاقيه قفل على طول، من غير بقى ما تخيطي، من غير ما تكتفي الرجول على فكره. والله تاني ما هيفتح معاكي ولا هيخرج الرز بره ولا اي حاجه. بصي انا مبططاه خالص ازاي زي ما انت شايفه، وبشيل منه اي ايه زياده رز. عندي هنا حله بتغلي اللي هسقط فيها الممبار زي ما انت شايفه اهو. بصي بصي الممبار بينزل بيقفل على طول، هوريكي برضو على فكره ان هو اول ما بينزل بيقفل على طول اهو. هحط له بقى ايه حبهان بعد ما ننزل الممبار بتاعي كله اهو. بصي اول ما بنزله بلاقيه قفل كده ايه من ناحيتين، فما تقلقش خالص، اهم حاجه تبقى الميه بتغلي اهو. ميه بقى بتغلي جامد وتنزلي بالممبار بتاعك، والله ما تخافي مش هيفتح منك ولا اي حاجه. الممبار انا ما خدش معايا الصراحه وقت، استوى معايا بسرعه، يعني حوالي ساعه الا ربع. هنا حطيت حبهان وورق لورا وبصلايه. بصي عايزه اوريكي شكله قفل ازاي اهو اهو، قفل خالص. ما تخافيش خالص خالص من الممبار، ومش هيفرقع معاكي طول ما انت مبططاه زي ما قلتلك ومش ماليه. وهنا بصلايه هسيبه بقى يستوي، قبل ما هطفي عليه كده بشويه هديله رشه ملح وفلفل اسود، واول ما بخرجه كمان بديله رشه ملح وفلفل اسود عشان يطعم لي الممبار ويبقى طعمه حلو. هنا خلصت بقى المحاشي بتاعتي، حشيتها كلها اهي. بصي صباع المحشي كده صباع بقلاوه بجد. انا ما بحبش اسقيه شوربه. لو ما عندكيش شوربه ما تخافيش خالص وما توقفيش نفسك. انا بغلي ميه واحط فيها بحط فيها البهارات ومكعب مرقه خضار ومعلقه فلفل اسود، وطبعا بظبط الملح. عندك صلصه ممكن تحطي، انا ما حطيتش، انا حطيت معلقه هريسه شطه وسقيت بيها المحشي وبيبقى زي الفل وطعمه خطير والله. هنا محشي الكرنب بحط له طبق كده عشان ما يتفتحش مني لما بيغلي. اول ما بيغلي، اول ما تلاقيه غلى كده معاكي وطي عليه، وطي عليه بقى وافضلي رجرجي كده في الحله عشان المحشي كله يستوي من كل اتجاه. ونصيحه كمان، محشي الكرنب الناس اللي بتشتكي ان محشي الكرنب في النص بيبقى ني، انا هقولك المحشي الكرنب حطيه في حله كبيره، يعني حتى لو كميه صغيره حطيه في حله كبيره، اديله براحه عشان يستوي براحته، فهماني؟ هنا بقى كنت خلصت بجد المحشي، والله مش عايزه اقول لكم ريحته كانت قلب الدنيا وطعمه كان خطير ومفلفل. وبديله الميه المناسبه بتاعته، يعني محشي الكرنب قبل الصف الاخير كده. وطبعا الفلفل والبتنجان والكلام ده بينزل سوائل، فخلي بالك ان انت يبقى نص الحله هو اللي مليان ميه، يعني ما تزوديش عن كده، فهماني؟ وبجد جربيه وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة والطريقة تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين، واقول لكم باي باي.